المشهد الأجمل مشهد هذا المسجد المبني من الطين الذي أكلته الكثبان الرملية فلم يستطع المصلون الدخول إليه. تعالوا بنا سويا لنتعرف على تفاصيل هذا المسجد. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. لا إله إلا الله. تفاصيل جميلة وطمأنينة وسكينة، ولكن أبت الكثبان إلا أن تكون أكثر حضورا وطغيانا على هذه الملامح. ربما يحز في نفسي سؤال ما: لماذا هجر الأهالي هذا المسجد رغم تماسكه ورغم صلابة طينه؟ تعالوا بنا لنسأل أهالي هذه القرية لعلنا نجد إجابة مناسبة. يعيش الهم ما يشكو ولا يعدي عليهم دور، هنا لابد نتراحم بوقفة تجبر المكسور. بنسأل أستاذ القرية إيش الذي حصل للمسجد؟ يعني ليش هو تغطى بالكثبان بهذا الشكل؟ سبب الكثبان الرملية كنا احنا طارحين أمامه حائط من الأشجار والحطب، وكنا ندم هذا الحائط. نزحته؟ نعم. إيش سبب النزوح؟ الحرب. نعم. أيوه. والآن راحت الحرب رجعنا للقرية. حصلنا المسجد قد طمسته الكثبان الرملية، هو بعض من القرية. أيوة، يعني أنتم أيام ما كنتوا قبل النزوح كان تحموا المسجد؟ نحمي، كنا نطرح عليه حطب وأشجار. طيب، إذا هذا المسجد مثلا تقدروا تشيلوا منها الكثبان أو تعمروه أو الكثبان يعني صعب. يعني إعادة تأهيله مستحيلة؟ إعادة تأهيله صعبة. مستحيلة. طيب، رجعتوا للقرية بعد انتهاء الحرب؟ نعم رجعنا. طيب، الآن لما رجعتوا ومسجدكم خربان وين تصلوا طيب؟ نصلي في البيوت ولا الآن أملنا مصلى نصلي فيه. مصلى؟ نعم. طيب، الآن احنا قريبين من وقت صلاة الظهر تقريبا، نحصل الناس موجودين في المصلى؟ إن شاء الله. نشيل الهم نتقاسم ونمسح دمعة المقهور، ونسعد بالعطالم ونكتب خاطرك مجبور، ونكتب خاطرك مجبور، ونكتب خاطرك مجبور. طيب يا أستاذ عبد الله، احنا الآن معانا مسابقة، يعني معانا سؤال نشتي إجابة عليه، ما رأيك يعني نضيفه في هذه المسابقة؟ موافق وأنا مستعد. مستعد. طيب، السؤال يقول: ما هو أول مسجد بني في تهامة؟ هو المسجد الأثري. ها؟ المسجد الأثري. إيش المسجد الأثري هذا؟ أول مرة أسمع به. الذي في زبيد. نعم. طيب، إيش اسم المسجد؟ إيش اسم المسجد؟ مسجد الأشاعرة. نعم. إجابة صحيحة، بس باقي لك جزء فقط. من الذي بنى المسجد؟ بنى بأمر من الرسول. بأمر من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تمام، بأمر من الرسول. من الذي بناه؟ قوم أبو موسى الأشعري. قوم أبو موسى الأشعري. طيب، باقي لك حاجة واحدة فقط، متى بني هذا المسجد؟ والله ما لي علم متى بني. ما لك علم؟ ما لي علم بالتحديد، يعني في أي سنة. طيب، ما فيش مشكلة. على العموم، مسجد الأشاعرة بني بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في زبيد في السنة 8 للهجرة. بناه قوم الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، وهو من مدينة زبيد، يعد ثالث مسجد في اليمن وأول مسجد بني في تهامة. أستاذ عبد الله، أنت الآن جاوبت إجابة صحيحة، أتمنى أنك تختار جائزتك. وصولكم أكبر جائزة إلى هذه المنطقة. الله يسعدك، بس هذا نظام البرنامج كذا، وأنت لازم أنك تختار جائزة. نكتفي بوجودكم. طيب، بما أنك ما رضيت تختار جائزة، إيش اختار لك أنا الجائزة؟ ما رأيك؟ اختار أنت. طيب، إيش رأيك تكون الجائزة بناء مسجد؟ طيب، وهذا أحسن خبر. مشاهدينا الكرام، ستكون الجائزة إن شاء الله بناء مسجد لهذه القرية. والله سينظر
بسم الله وعلى بركة الله نواصل. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. آيات تتلى في المحاريب لتتجسد في حياتهم اليومية. إنهم المعلقة قلوبهم بالمساجد. ولأن المتسابق الذي فاز معنا آثر على نفسه واختار بأن تكون جائزته هي عبارة عن بناء مسجد للقرية، لأن الكثبان الرملية أكلت مسجدهم القديم. حقا هكذا تكون الجوائز يوم الجوائز. كيف حالك يا أستاذ عبد الله؟ الحمد لله بخير. الله يسعدك. المسجد جاهز؟ جاهز إن شاء الله نصلي فيه أول صلاة اليوم. سنصلي فيه أول صلاة إن شاء الله. بسم الله. اجبر تجبر يبقى خاطرك المجبور، أجرك يكبر هم يذهب يأتي سرور. أنت الحاضر للمستقبل، أنت الأمل ومنك النور. لست فقيرا فيك